مرحبا أصدقائي، ويلكم باك كمان مرة عندي على الشانل A Break with هنادي. شكرا كثير انكم رجعتوا تحضروني بكمان فيديو. انا كثير مبسوطة. بدي منكم بس طلب صغير، اول اشي تعملوا سبسكرايب للشانل وتخلصوا الفيديو. بدي اقولكم اني انا كنت ناوية صراحة افوت واحط شوية مكياج على وجهي عشان اطل عليكم بالطل الصح وبالصورة الصح، خاصة بالانترو. بس حبيت اني اطلع على طبيعتي بالاخر، لانه كثير ناس عم بتمر بالفترة اللي انا عم بمر فيها، واللي هي فترة امتحانات. وهي الفترة مش هوينة ابدا، فترة كثير ضغطة، وبحس انه في كثير ناس ممكن تشعر باللي انا عم بمره. هذا الفيديو اجى عشان يسليكوا، تاخذوا بريك صغير من الدراسة وتحضروه وتقولوا لي شو رايكم فيه. بتأمل انه يعجبكم. enjoy it. انا وعلي قررنا باللحظة الأخيرة إنه إحنا نطلع نتعشى برا الكويت، بس أنا إخا فإسا اختلقت هذا اللوك. شوفوا محلاه. حسب رأيكم شو رايحين ناكل؟ أنا حالي قولوا لي نعيما. أنا طلع فوق طلع هون. صح. شو حسب رأيكم رايحين ناكل؟ إسا استوعبت إنه هاي أول مرة بطلع فيها بالفلوج مع نظارات. كيف مبيني انا بنظر؟ او ماي جاد علي طفيت علي. فتنا ناكل برجر وطلع في إلنا غرفة لحالنا. حيلا انا هون. شوفوا مهيني انا بالمراية، ولكو غرفة مع مراية كمان يعني. اوكي يلا هسه ببهدلونا، بنطلع سرقة من هون. اقعد يلا خلينا نطلع. صحوانة علوشي. يلا بدوش يعمل فوكس. They want to eat. يم. Good morning أصدقائي. اليوم حطيت مكياج من المكياج جديد، وحاسة يعني باللحظة اللي فيها البني آدم بيشتري مكياج جديد، بعرفش ده بس أنا بس بحس حالي إنسانة أخرى، مع إني أنا بحط نفس الأشياء على وجهي. بس اليوم حاسة المكياج كثير طلع مميز. بعرفش اذا انتم بتفكروا نفس الاشي. اهم اشي الهايلايت تاع اناستازيا بيفرلي هيلز، يعني مخيف. اليوم يوم اثنين، وهو اليوم الاطول علي بالحياة. بس اليوم انا رح اتخطى بسرعة، رح اروح ادرس واشد حالي لانه قربت الامتحانات. سوري على حالتي المزرية، بس لازم اصور لكم اليوم الاكل اللي بدي اعملها. اليوم بدي اعمل فخاد مسحبة اللي هي محشية بروز ومحطوطة بالفرن، اشي مرتب. دايما كنت اشوف امي وهي تعمل هاي الاكلة، وعمتي اللي هي امه لجوزي تعمل كمان هاي الاكلة، ومن اطيب يعني الاكلات. قلت خلص يعني اجى الوقت اني انا كمان اعملها، فرح اصور لكم هيك على الخفيف. بعد ما نقعت الفخاد كثير منيح بحامض. متأسفة حالتي حالتي المجلة. المهم حطيت طن بهارات، طن بهارات، ونقعتهم فيهم. يعني بدي اخلي الفخاد بالتتبيله قد ما بقدر. راح احطها بالبراد تقريبا ساعتين، وبعدين ابلش اشتغل بالرز واحطه بالفرن شوي رح تشوفوا. هسه بلشت اطبخ بالرز للفخاد المسحبه. رح اعمل كوبايه رز واحده. ما حدا رح يستوعب كمية التأخير اللي تأخر عليه عن الساعة اللي كان المفروض فيها يجي للساعة اللي عن جد فيها طلع من الشغل وبعده مش واصل. قال لي حط الصينية على 4 بالفرن وهي بدها ساعتين، الساعة 8. اوكي يعني قال لي حطيها على 4 اساسا انه على 6 بكون هون الساعة 8 وبعده مش جاي. اعصابي تلفت بس مش مهم. ظروف. فهسه بدي اورجيكم شو الوضع. عم بعمل قعده هيك شوي رومانسيه، بحاول يعني بسخن اللبن اللي عملته
والصينية جاهزة إلى ساعتين. مرحبا أصدقائي. أنا لسه طالعة أتغدى مع صديقتي كثير 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 بحبها لهاي الصبية. تعرفت عليها بالتخنيون وما صحلناش إنه إحنا نشوف بعض كثير وقت، فكثير متحمسة إنه رح أشوفها اليوم. وأخيرا يعني بعد غياب تقريبا نص سنة. دانا واو واو شعرك واو إيش بجنن. دانا بتحبي تحكي مين عمل لك شعرك؟ شوف النعومة. اوه ماي جاد خلص عين. I love it. كيف حالك عم امين؟ هذا فيديو. ولا يبقى قبرك. إسا كنت عم بصور فيديو حمرة هبة وحمرة تمارا. طبعا هذا الفيديو مش راح يكون بالفيديو هذا، راح يكون بالفلوج. انا كثير مبسوطة لانه منير ابن عمي اليوم مروح واخيرا رح يطلع معي على القناه. منير من اغلى الناس على قلبي وكثير مبسوطه انه مروح، واخيرا ان شاء الله بوصل بالسلامه يا رب. كيف بكون شكلكم بالدراسه؟ انا هيك بكون شكلي علي. يعني اليوم ابدع بالدراسه صراحه، ابدع. شو تركيز. بحييك علوشي، كل احترام. اسمعوا عمتي عصمت عطتنا كيس مندلينا يمكن فيه ابو 80 حبة مندلينا. بحب اقولكم انه هذا الكيس اخذناه اول امبارح، لا امبارح كان الاحد، امبارح ظل منه حبتين. طيب جماعة مجبورة احكي لكم او اعرفكم بالاحرى على ابن عمي اللي مش مبين كثير. انا مش مبين، كيف هو يبين؟ المهم ابن عمي يا جماعة منير بتعلم يا حيوان. منير بتعلم طب باوكرانيا، بيجي عندنا مرة بالسنتين وكثير بشتاق له خلال السنة، ومن يوم عرفتي بعدني ما شفتوش، صح؟ يلا علوشي قد ايه حابب المقروطة تاعت امي من 1 ل 10؟ 66 ونص. صحة. الله يرحمه. أصدقائي بتأمل إنه الفلوج الثالث عندي على الشانل عجبكم وحبيتوا الأجواء اللي كانت فيه. كثير بحب أصور فلوج الصراحة، وبحس إنه أنتوا كمان بتحبوا تحضروا هيك أشياء. أنا بحب أسمع آرائكم دايما بكل إشي بيعجبكم أو بيعجبكوش، عشان دايما يكون في مجال للتحسين بكل المجال اللي أنا عم بخوضه. شكرا كثير إنكم حضرتوني. بتمنى تعملوا لي سبسكرايب كمان مرة، تنسوش تعملوا لايك للفيديو، وتنسوش تحطوا كومنت وشيرت إذا أنتوا حابين. ثانك يو فيري ماتش. وتنسوش تعملوا لي فولو على الانستغرام. اذا مش عاملين لي فولو عم تخسروا كثير اشياء. بشوفكم بالفيديو الجاي. باي.